انا عايزه كل البنات دلوقتي يكتبوا لي في التعليقات حاجه واحده بس. انت اخر مره اخوك اداكي فيها فلوس؟ انا شخصيا على فكره من ساعه ما استقليت ماديا وانا مش فاكره امتى اخر مره خدت فلوس اصلا من حد، مش بس من اخويا. عشان النهارده يا جماعه جالنا اوردر مش عادي. النهارده اوردر كخوب يا جماعه، قالت لي اللي هي طالبه الاوردر عشان اخوها اداها 1000 جنيه وقال لها اشتري اللي انت عايزاه. الله عليك، سالفين اخوكي شويه يا كخوب. فهي لحقت تطلب اوردر من عندنا وتدبس نفسها قبل ما يرجع في كلامه وياخد منها ال1000 جنيه، وطلبت اوردر لذيذ موت. تعالوا نشوف هي طلبت ايه. بصوا، هي انا لاحظت حاجه، الاوردر بتاعها كان كله او اغلبه منتجات للعنايه بالشعر. اول حاجه يا جماعه، انا عارفه اللي انتوا حبيتوا قوي الهير ستيك اللي احنا منزلينه، لان انا منزلاه بسعر 95 جنيه بدل من 150 جنيه. انتوا متخيلين؟ يعني احنا ما شاء الله عاملين صفقه هير واكس. كنت هعلن عنه بس اكتشفت ان انا ما شاء الله مش محتاجه اعلن عنه، هو جايب مبيعات وهو جاي. وطلبت كمان فرشه تدليك الشعر، واخدت كمان كيس من الصدر المعالج، وكمان زياتة الشعر خدت منها قطعة. اخدت كمان البودي كريم بالفراولة باوند كيك من باث اند بودي، وكمان الجوانتي بتاع أليس او القفازات بتاعت أليس للتقشير. واحد ليب جلوس خطير يا جماعة، شايفين الحلاوة. واخدت كمان قطعة من البرفيوم الجليتر. اخر حاجة لحقت عروض ال200 جنيه اللي نازلة، فاخدت البرفيوم بتاع ليبر ب200 جنيه. ولو عايزين تشوفوا البرفيوم من جوه ده اهو شكله.